وهي قاعدة جامدة مفرقلهاش أي حاجة. تنازلت عن كل حاجة، نفقة ومؤخر، حتى شقة الزوجية سابتها لي. قالت لي اتجوز وابدأ حياتك من جديد بعيد عني. أخدت سلمى ويوسف ومشت في هدوء، هدوء قاسي، هدوء بيقول إني خسرت كل حاجة. عدى 10 سنين، 10 سنين وأنا بحاول أرجعها. كلمتها مليون مرة، اترجتها، بس كانت بترفض. تقولي أنا عرفت إنك كنت بتخوني من أول يوم جواز، وكنت مستحملة لحد ما فاض بيا. وتقولي ما كنتش بتحميني من أهلك، كنت بتسيبهم يبهدلوني. الكلام ده كان سمن على عسل بيحرقني. أهملت نفسي، أهملت حياتي، مفيش طعم لأي حاجة. بعد 6 سنين من الطلاق، ولما فقدت الأمل إنها ترجع، اتجوزت ست محترمة وطيبة. بس المشكلة إن مش قادر أحبها. قلبي وعقلي وروحي لسه مع ليلى. تفتكروا إيه الصدمة اللي خلت حياتي جحيم حقيقي؟ استنوا الجزء الأخير اللي هيخليكم مصدومين.